وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد أيها الأحباب، كل عام أنتم بخير. تقبل الله طاعتكم، تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. أيها الأحباب، إنما سمي العيد عيدا لأنه يعود، فعيد الفطر يعود من العام للعام، وعيد الأضحى يعود من العام للعام، وكذلك كل شيء يعود على الإنسان ويتكرر فهو عيد. فإذا جعل العبد لنفسه من طاعة الله عز وجل عادة يتعود عليها ويفعلها مرة بعد مرة فهي عيد. من ذلك تعلم أن عيد الإنسان الحقيقي هو العيد الذي يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله عز وجل أعياد المسلمين مقترنة بطاعته، فجعل عيد الفطر مقترنا بطاعة وعبادة الصيام، وجعل عيد الأضحى مقترنا بعبادة الحج، وهكذا كل عبادة للإنسان وكل طاعة للإنسان فهي عيد له. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فجعل الله عز وجل لنا هذه الأعياد لنفرح فيها بطاعة الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فافرحوا بطاعة الله، وافرحوا بعبادته، وافرحوا بعون الله عز وجل لكم على هذه الطاعة والعبادة. ذهب الظمأ، ذهبت المشقة، ذهب طول الوقوف بين يدي الله عز وجل ومشقته في شهر رمضان، وبقي الأجر إن شاء الله. أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى ضرب مثالا
ثم اعلموا أيها الأحباب أن كلما زاد الإنسان تقوى لله سبحانه وتعالى وكلما زاد خشية من الله سبحانه وتعالى كانت فرحته بطاعة الله وفرحته بما تفضل الله عز وجل به عليه أكثر. دخل أحد أبناء عمر بن عبد العزيز عليه في العيد وعليه ثياب مؤثرة ثياب قديمة فوجد عمر بن عبد العزيز حزينا فقال له ما لك يا أبت؟ فقال يا بني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية الناس تلبس الجديد وأنت تلبس ثيابا قديمة. قال يا أبت ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن تقرب لله أكثر ومن خشي من الله عز وجل أكثر. كذلك أيها الأحباب في هذا العيد المبارك لا تنسوا أعمال البر المقترنة بهذا العيد مثل صلة الأرحام وحسن الجوار وإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. فأمر صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام وقال في حديث آخر ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. سلم على كل